شوفوا خلوا ببالكم انه احنا قطرة بحر، احنا بشي اسمه صخرة امام خلق الله. وعايشين ببلد ما مستقر وشعبه ما مستقر. خلينا واقعين، واليوم راح احكي لكم عن الواقع. ايضا الشعب العراقي عاش ابا عن جد الحب والكره بقسوه، يعني اللي يحبك يعاملك بقسوه واللي يكرهك يعاملك بقسوه. والمشكله هنا انه انت ما راح تعرف الصنفين بين اللي يحبك وبين اللي يكرهك. مرات تتوقع انه اقرب الناس الك يكرهونك مثل الاب، اذا قتلك او عصب عليك تحس انه يكرهك، بس هو يعني ما له اي حل انه يفهمك انه هذا الشيء خطأ. مثلا راح احكي لكم حاله، اي حاله في بلد العراق. مثلا شخص بطل من المدرسه، فراح يشوف والده يقتله وباشد العقوبات على مود الاب يوضح لابنه انه هذا الشيء خطأ وانا من حبه الك قاعد اسوي لك هيجي. يا ليش؟ لان احنا عشنا ببلد ما بي تعاطف، ما بي انه الاب يفهم ابنه باسلوب راقي واسلوب محترم. يا اخي مرات حتى الشخص المتعلم اللي هو ممكن انه انا اعرف هذا الشيء، الشخص اذا يكرهني او يحبني يقتلني، اذا اشوف الاب يقتل هذا الشخص احسه يكرهه، بس هو مو يكرهه لكن ما عنده اي حل انه يوصل لابنه هذا الشيء خطأ. ممكن هذا الشيء اذا تركت دوامك ممكن يضيع مستقبلك، لان الشيء الوحيد المستقر بالعراق انه هو بس الدوام، وهذا الشيء الوحيد لو يظل لو ينحذف. فيحاول انه ينصحك اخذ الشهادة على مود انت تتعلم ويكون سلاحك الوحيد. لكن الاب العراقي ما يعرف يوصل هذا الشيء لابنه الا بالقسوة. والمشكلة الثانية حتى اللي يكرهك راح يعاملك بقسوة. ليش؟ حتى يحاول يحبط معنوياتك ويحسسك يعني شلون اقول لكم بالذلة. اعطيكم مثال واحد، انه مين تكون انت عندك موهبة اللي هو نقول صانع محتوى او رسام، راح يصير خطأ بالرسم بسيط، لكن الشخص المقابل اللي يكرهك راح يعظمه إلك، يقعد يحاشيك هذا شنو، وراح يخلي لك بصمة عار عند أهلك، أنت فاشل، أنت ما تعرف هذا شنو جاي يسوي، أنت ممكن تخلي لك فشلة بين الناس والعائلة والعالم كله. ليش؟ حتى يحسسك إنه أنت تحطمت وما لك أي مستقبل. ليش هيك حاشاك؟ لأن يعرف هذا الخطأ البسيط ممكن يتطور بالمستقبل ويصير عندك مستقبل أحسن من مستقبله. ففهمنا احنا هنا بين الحالتين، انه اللي يحبك واللي يكرهك راح يعاملك بالقسوة. يعني الاب يعاملك بالقسوة، والمفترض شنو؟ يعاملك بالحب. واللي يكرهك يعاملك بالكلام، لكن مو بالقتل او بالضرب، يعاملك بالكلام، لكن هذا الكلام يكون ثقيل عليك. بس اذا عكسناها مفروض بالقسوة، لكن اذا ركزتوا ازيد تشوفون الاب يعامل بالقتل او بالضرب، واللي يكرهك راح يعاملك بالكلام السيء او المجرح. لكن هاي الصنفين اذا عكسنا حطينا الكلام للاب وطينا القسوة للي يكرهك، يكون تأثير اقوى. يعني الاب يكلم ابنه لكن باسلوب حلو، واللي يكرهك راح يعاملك باسلوب قوي ويعني مؤذي. سبيل المثال، يعني الاب كان يعامل بالضرب، لكن اذا شلنا الصنف مال اللي يكرهك وطيناه للاب اللي هو الكلام، يحول الكلام من قاسي او مجرح الى كلام حلو. وشلنا الصنف مال الاب اللي هو الضرب والقتل وطيناه للكاره. فهنا تحس انه كل شيء رجع مكانه، اللي هو المفروض الاب يعطي كلام حلو، راح يكون تأثير الاب كلش حلو على الابن. واذا اعطيناه القتل والضرب للكاره هم راح يعطي نتيجة كلش حلوة للكاره. راح يصير هنا نتيجة كلش حلوة، اللي هو الاب يعامل ابنه بكلام حلو، والكاره هنا راح يحاول يضرب الشخص المقابل حتى يحبطه. تيجي هنا شنو راح يصير؟ راح يصير الاب للابن حب، وراح يكون شلون تفاهم بيناتهم، وحتى الابن راح يتفوق. لكن الكاره من يحاول انه يعطيه كلام للرسام اللي قلت لكم عليه بالكلام الفاسد او الكلام المؤذي، راح الرسام يقوم بكل حيله وراح يصير عنده مستقبل. ليش؟ لان سوى كراهيه بين الكاره والرسام. فعرف الرسام انه هذا الشخص جاي يحكي وياه هيك بقسوه، يعرف انه هذا كره ويريد يحبطه. من ضرب الرسام على كره، فهنا الرسام عرف انه هذا الشخص يكرهه. ليش؟ لان هو ضربه.
فيحاول الرسام انه يرجع طاقته كلها على مود يعني يكسر خشم الكاره، فيرجع الرسام هنا بكل قوته وبكل شجاعته. ادري انتم ما فهمتوا، لكن انصحكم حاولوا انه تشوفون اللي يكرهك واللي يحبك. راح اوضح لك من يكرهك ومن يحبك. الاشخاص اللي عدتها لكم مستحيل يكرهكم، لكن يعاملكم بقسوه من حبه. يا بليش لان احنا ابا عن جد ما تعودنا انه نفهم هذا الشخص بالحب. حتى انا هسه من اشوف عند اخوي خطا احاول انه اكد له حتى فهمه. ليش؟ لان انا ما تعلمت انه من شخص ثاني انه يعامل اخوه او ابنه بشيء حلو، لكن هسه تعلمت وقمت اعلم اخوي بهذا الشيء، واخوي صار انه حتى احسن من قبل. يا ولد يا اخ والله عرقت. هنا انا ما مشغل بنكه واصلا ما عندي سبلت وطفت الكهرباء، لكن صار منظر حلو يعني من هنا شمس ومن نظر. راح اكمل هيك عذروني. نصيحتي مني الك، الاشخاص راح اعددها الك ما راح يكرهوك. ليش؟ لان احنا تعلمنا انه الشخص اللي يحبك يكتلك، والشخص يكرهك يحاول يذب لك كلام مجرح. الاشخاص اللي يحبونك هو العائله اللي هو يتكون من اب وام واخت واخو، ولا وهم العم او العمام والخوال. غير هذول الاشخاص كلها تكرهك ترى مني الك. حتى الغربة، حتى اصدقائك يكرهونك ويغيرون من عندك، بس لكن هم ما يحجوا لك. والاشخاص اللي يكرهونك هسه عدتهم لك: الاصدقاء والاشخاص الغربة والاقارب. تخيلوا ان هنا حتى الائمة وصوا بالاقارب انه هو يكرهونك. خاف تتخيل انه اصدقائك يحاولون يطيحونك، لكن الاقارب يحاولون انه يخلونك حتى تزحف، لكن انت سبع وما راح تطيح. لان انا هسه فهمتك. بعدني مبتدئ باليوتيوب، لكن الاشخاص اللي يكرهوني لحد الان الاف مؤلفه. تخيلوا الاقارب كلها تحكي علي على مود انه يطيحوني. تخيلوا وين ما اروح القى كاره بسبب الاقارب والغربه، وحتى اصدقائي القى بيهم كاره. انصحكم لا تثقون باي شخص، حتى بصديقك. اقرب صديق لك يبيعك بنص ساعه والله العظيم. وان انا لا اثقن باصدقاء ولا اثقن باقارب ولا اثقن بغربه، وكله وجاي يتحارب. تخيلوا بعد شنو اسوي على مود ما اتحارب. لكن هو مو بس انت جاي يحجون عليك، تخيل الائمه جاي يحجون عليهم، رب العالمين جاي يكفرون بيه وجاي يحجون عليه. تخيل رب العالمين اللي خالق الكون كله جاي يحجون عليه.